لبنان بدون السوريين لن يأكل الخبز. تؤكد المعلومات أن اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان وجه مذكرتين رسميتين إلى نقابة عمال الأفران تضمنتا طلب تزويد الأفران والمخابز بعمال لبنانيين تحت عنوان الضرورة القصوى، إلا أن الرد على المذكرتين جاء سلبيا حتى تاريخه، ولم يتم تزويد الاتحاد بأي عامل فرن من الجنسية اللبنانية رغم الحاجة الماسة والمعلنة. وكان نقيب الأفران في لبنان قد أكد أن العمالة السورية تشكل العمود الفقري لقطاع المخابز والأفران على امتداد الأراضي اللبنانية بنسبة 90% من عدد العمال فيها، فيما يشكل اللبنانيون وجنسيات أخرى نسبة 10%. أما أمين سر نقابة أصحاب الأفران في الشمال ربيع إبراهيم فقد وجه تحية شكر وتقدير إلى عمال الأفران السوريين الذين شكلوا ويشكلون عنصر قوة أساسي في قطاع المخابز والأفران في السلم والحرب على حد سواء، ولا سيما لما أبدوه من شجاعة والتزام خلال الحرب الأخيرة، حيث واصلوا عملهم في الجنوب والضاحية والبقاع تحت القصف حفاظاً على الأمن الغذائي واستمرارية الرغيف.